غير بعيد عن مقر دائرة العطاف، لا زالت تنتصب أبنية جاهزة يقطنها العديد من الأساتذة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسط ظروف معيشية تتسم بالمعاناة لا تختلف عن نظيرتها في السكنات القصديرية. رانا نعانوا بهذه السكنات القصديريه هذه يوم 80 راهي 43 سنه 43 سنه فيها كل الاخطار تاع الامراض الحشرات. الحي تاعنا مبني مع هذه المؤسسات، هدمت المؤسسات لكثرة المخاطر فيها، وحنايا رانا ما زلنا نعاني من نفس المخاطر. روح لهم حتى لهم مرشوا ارض وبنوا به. الداخل إلى المكان سيلاحظ التماس المباشر بين خيوط الكهرباء وأنابيب الغاز والمثبتة على ألواح تعتبر قابلة للاشتعال، إضافة إلى انهيار العديد من الأسقف رغم المراسلات المتكررة للسلطات. خطوط الكهرباء والغاز لاصقة في جدران من خشب وليس اسمنت مسلح، لهذا تشكل خطر على السكان. وصلنا مع الدائرة وتواصلنا مع البلدية لكن وحتى الولي بعث مراسلة إلى رئيس الدائرة باش يتعين لجنة مختصة وتجي تشوف الانشغالات تاع السكان، لكن بدون جدوى. رغم أننا ضحينا بحياتنا قعدنا مثلنا كما قال ليه وعلاه. هو وصف أستاذ لوضعيته بعد سنوات من تربية الأجيال، وكتعبير عن تجاهل المسؤولين لزيارة الحي والسماع لسكانه، ما يجعله رفقة الآخرين هنا رهن ألواح مضى عليها أكثر من 40 عام بجوار مقر الدائرة.